الحياة ماشي سهلة والطريق ماشي مفروش بالورود، والنجاح ما كيجيش بلا كفاح. في كل لحظة كتواجهنا التحديات والصعاب، كيبان لنا النجاح احيانا بعيد المنال، ولكن انا هنا باش نقول لك اليوم نحت في الصخر، لان العظمة كتولد من الاصرار، والانجازات العظيمة كتجي للي كيصنع طريقه بنفسه رغم كل العوائق. النحت في الصخر ماشي مجرد تعبير، ولكن هو رمز للصبر، رمز للقوة، رمز للتحمل. ملي كتشوف صخرة صلبة وقاسية كتظن ان من المستحيل تغير الشكل ديالها، ولكن بالجهد المستمر والعمل الجاد والاصرار اللي ما كينكسرش يمكن لك تحول ديك الصخرة لعمل فني عظيم. وكذلك الحياة ما غتعطيكش الفرص بسهولة، ما غتحققش أهدافك بدون ما تبذل جهد خارق. نحت في الصخر يعني أنك تبني مستقبلك خطوة بخطوة رغم كل الصعوبات. في مسيرتك نحو النجاح غتواجه عقبات تقدر تبان لك غير قابلة للتجاوز، تقدر تحس بالتعب، بالإحباط، وربما بالتوقف، ولكن تفكر باللي اللي كينحت في الصخر ما كيتوقفش على الصعوبات، ولكن كيستخدمها كأداة باش يبني المجد ديالو. نحت في الصخر يعني أنك تقاتل كل يوم باش تحقق أحلامك، مهما كانت الظروف قاسية والتحديات كبيرة فانت اقوى منها بزاف. نحت في الصخر يعني انك تبقى متمسك باحلامك حتى في الوقت اللي كيبان لك ان العالم كله ضدك. يقدروا يقولوا ليك الاخرين انك كتطارد المستحيل، ولكن انت عارف قدراتك وعارف باللي النجاح ماشي للي كيتوقف في منتصف الطريق. ملي تواجه لحظات من الشك واليأس تفكر باللي الصخرة اللي كتنحت فيها اليوم غيجي نهار اللي غتولي عمل فني خالد. الاصرار ما كينهزمش والعمل الجاد ما كيتنساش. غتجي لحظة غتلقى فيها ان كاع الجهود اللي بدلتيها كانت كتستحق العناء. انا هنا باش نقول لكم ان النحت في الصخر ماشي مجرد فكرة، ولكن هو طريقة حياة، هو رمز لكل من يرفض الاستسلام، لكل واحد عارف باللي النجاح ما كيتعطاش ولكن كيتحيد. نحت في الصخر يعني انك تصنع مستقبلك بنفسك، انك تكتب قصة نجاحك بحروف من ذهب حتى ولو بانت لك الطريق طويلة ولا صعيبة. ثق بانك كتملك القوة باش تحقق المستحيل. ما تستناش الفرص ولكن صنعها، ما تستناش الظروف المثالية ولكن حول الصعاب لأدوات تساعدك في تشكيل المستقبل ديالك. نحت في الصخر وغتلقى أن يوم عمرك كنتي كتحلم به ولا واقع. في أمان الله.